ازيكم يا فنانين؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي هنصمم النيون. دي سلسله جديده اتمنى ان انا استمر فيها ان شاء الله، يعني تكون سلسله يعني حاجه اكون كملتها للاخر ان شاء الله، تكون السلسله دي يعني تمام. هنتعلم فيها مع بعض ازاي ممكن نعمل شغل النيون من البدايه للنهايه، من اول تقفيله لتلحيمه لكل شيء ان شاء الله. وطبعا اذا كنا هنعمل ده كله يبقى اول حاجه هنعملها هي تصميمه. تمام. ازاي نقدر ان احنا نظبط النيون، وازاي نعمله على الليزر، وازاي نعمله على الراوتر، وازاي نراعي التفاصيل اللي ممكن ان احنا تسهل علينا الشغل او نظبطها معانا ان شاء الله. هنفهم الكلام ده كله مع بعضينا ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده. تمام. في البدايه دي المكان بتاعي عندي، فغيرت الواجهه بتاعته. يعني ما قلت اعمل اي شويه تجديد صراحه. اصلا كانت اول حاجه اعملها نيون، كانت هي اليافطه بتاعت المكان بتاعي. تمام. او مش اليافطه، يعني انا المكان عندي مختلف شويه، ف يعني حاطط ليها زي حاجه نيون كده اهو على الحيط. تمام. فالشكل بتاعها بصراحه كان كويس، بس مش احسن حاجه. يعني دي مش واجهه حد بيعمل شغل نيو. تمام. فقلت ان انا اغيرها ونعمل كده حاجه تكون جديده. تمام. اول حاجه بتعملها انك تكون طبعا عارف الاسم اللي انت عايز تشتغله، وليكن هنشتغل على كلمه العجوز ليزر جاليري دي. تمام. هجي كاتبها كده عادي جدا، العجوز ليزر جاليري. انا هشرح لك طريقتين في الفيديو ده باذن الله، يعني حتى لو الفيديو طول ما تزهقش، هتتعلم حاجات من الطريقتين ان شاء الله، وتطلع منهم باقصى استفاده بامر الله يعني. تمام. برضو لو انت عايز تسكيب مثلا المرحله دي وعايز تشتغل على حاجه تكون اوريدي معموله، يعني مثلا حد جايب لك لوجو مش عارف ايه، او جمله كده من جمل اللي هي بتاعه الافراح او الكلام ده كله، ان شاء الله هتلاقي الوقت بتاع الدقيقه ظاهر قدامك، تقدر تسكيب ليه على طول وتبدا تطبقها. تمام. لكن لو حابب تتعلم ازاي تعمل الكلام ده كله عربي، وبعد كده اشرح انجليزي، بعد كده هشرح الطريقه التانية باذن الله. انا معاكم، والناس اللي جنبنا بيصبوا والونش شغال، فلو في اي مشكله في الصوت استحملوني. تمام. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بالطريقه العربي. اول حاجه بتكتب الجمله اللي انت عاوزها او اسم اليافطه. تمام. والافضل طبعا تبقى عارف مثلا مقاس اليافطه بتاعتك كام. انا هفرض ان اليافطه دي 2 متر في 50، يعني زي ما طلعت ايا كانت. تمام. وهاجي اعمل كده اهو بالشكل ده، هاجي اعملها كلها نيون بالمنظر ده كده. تمام. هاجي بعد كده اغير الخط، او اشوف مثلا لو العميل فيه خط معين ليه لوجو، المكان بتاعه عنده فيه لوجو او حاجه. تمام. او الكلام ده كله هنختار مثلا الخط ده اللي هو يعني اخو اللي معمول بس ارفع شويه. ماشي بالطريقه دي. تمام. وبعد كده باجي اشوف مثلا لو في مثلا حاجه عايزه تتعدل، حاجه عايزه تبعد شويه في خطوط بيبقى فيها احيانا مشاكل، طبعا بدوس على كنترول كيو. الحاجات دي انا شرحتها كتير في فيديوهات سابقه، فتقدر انك تتفرج عليها. او الشرح زي ما قلت قبل كده ان هو ما بيبقاش، يعني مثلا ممكن تلاقي فيه تفاصيل بتتقال في الفيديو قد تكون انت غافل عنها، او يعني فاهم. مش هعمل لها فيديو مخصوص اقول لك ازاي تحاول الخطوط زي كده، مع انه معمول تقريبا، بس برضه ايه فاهم اللي هو حاجات بتتقال اثناء الشرح. فدي من الحاجات اللي كانت مخلياني مش عارف اعمل سلسله اللي هي من البدايه، من الشرح الكوريل من الصفر وبتاع الكلام من ده، لان صعب يا جدعان. هبدا ازاي في الموضوع ده؟ يا ريت لو حد يقدر يفيدني في حاجه زي كده ان شاء الله يعني اعملها، مش هتاخر. بس انا فعلا مش عارف ابدا في السلسله دي. انا كده هفترض خلاص ان انا الشغل كده بتاعي تمام زي ما احنا شايفين، مفيش اي مشاكل. انا مثلا الحركه اللي انا قلت لك عليها انك تدوس كنترول كيو علشان لو حبيت انك مثلا تبعد ايه، يعني طبعا تضغط على بريك كيرف ابارت بحيث تقسم الكلام. يعني في خطوط احيانا عربيه الرمله سواء ماشي قد يكون الصوت مش ظاهر، او ظاهر هيبقى ظاهر بسيط، يعني كده كده مايك مايك بروفيشنال يعني، فان شاء الله يسد معانا. تمام. هاجي دلوقتي مثلا عايز احرك الكلام ده كله. لو مثلا لو في خطوط، تلاقي خط جاي عامل كده طبعا، فبتدوس كنترول كيو زي ما قلت بتحوله لكيرف، وبعد كده بتعمل بريك كيرف ابورت، وبعد كده بتبدا توزع الخط مثلا لو في اي مشكله. انا كده الخط معايا تمام مفيش فيه اي مشاكل. باجي ضغط على ويلد، حرف الدبليو. في ملحوظه بس عشان في هنا دي هنا معانا، فعلشان اعملها قدامي حاجه من اتنين، يا اما اجي محدد كله واجي لاغي دي تمام وضغط دبليو،
تمام، فيعمل ويلد للباقي ودي لا. لو عندي حاجات كتيره باجي عامل محددهم كلهم وعامل كومباين الاول، بعد كده بضغط على دبليو او بعمل الويلد من فوق زي ما قلت قبل كده ان ده انا عامله اختصار بحرف الدبليو. تمام. طب لو انت ما عندكش الاختصار تقدر تتفرج على فيديو الاختصار. طب لو مش هتتفرج على الفيديو هتلاقيها ظاهره فوق هنا علامه الويلد، بتبقى اول واحده جنب الكومباين. تمام. او تضغط من فوق على اوبجكت، بعد كده بتختار شيبنج، بعد كده بتختار ويلد. تمام. انا كده عملت لك كل الطرق اللي بامكاني يعني انها تتعمل في حاجه سريعه يعني. اوكي. تمام. انا كده الدنيا معايا تمام و100 فل و14. في حاجات بقى بتبقى في النيون بتبقى حاده، يعني مثلا الزوايا الحاده والكلام ده كله بيبقى متعب معاك في النيون. بيبقى متعب ليه؟ لان النيون لو اتضغط جامد، لو خصوصا لو يعني النيون جودته مش اعلى حاجه، تمام، بيضايقك انت في الشغل ويبدا يفصل معاك. وانت لو النيون فصل منك هتلسع هنا كده تلاقي حته فاصله، وتيجي هنا تلاقي حته فاصله. دي مش حاجه كويسه في الشغل. فبنبدا ان احنا بقى نعمل ايه؟ ممكن نيجي هنا على الاداه الشيب تول ونيجي نازلين تحتيها ونختار سموث بالشكل ده. تمام. وابدا اللي انا اظبط حجمها، وابدا اللي انا اعصر بالشكل ده كده. تمام. بالطريقه دي تبدا تظبط لحد ما ممكن تصغر شويه كمان الاداه. تمام. بحيث انها تطلع معاك باحسن جوده، او تريح دماغك وتجيب الشيب تول. تمام. وتيجي اعمل كده بالشكل ده، وتيجي مثلا مسح دي. تمام. ممكن ما عايز مثلا تديها كيرف اديها، مش عايز خلاص. حاجه كده بسيطه صغنطوطه و100 فل و14. طب في حاجه تاني ممكن نعملها. مثلا لو جينا مثلا على حاجه زي كده هنا، ممكن تيجي عامل مربع نفس المقاس بالشكل ده. تمام. وتيجي هنا مخليه مثلا وليكن 50. ماشي. نكبره السيكه بس شويه المنظر ده كده. وبعد كده باجي جايبه هنا على الزاويه بتاعت الشكل بتاعي، ومختار الكلمه وضاغط على باك ماينس فرونت بالشكل ده. تمام. وبعد كده باجي مرحل الدنيا دي كلها كده. انا بغير في شكل الخط، انا مش هنكر الخط طبعا شكله بيتغير شويه، بس في المقابل بيسهل عليك الدنيا شويه، مش بيبان، مش بيفرق. لو لوجو بتستحمل تضغط على نفسك وبتظبط اللوجو. انا بحاول بس ان دي حاجه تسهل علينا الدنيا. يعني مثلا وليكن هنا حاجه زي المربع اللي جوه ده، باجي اعمل مربع غيره بالشكل ده كده، واجي مثلا مخلي هنا 10 مثلا 10 مللي، ياخد معايا دوران حوالين داير وتمام التمام. تمام. بس انا عشان مش عايز اطول في الكلام ده، فخلينا كده نخلص. باجي محدد الكلام ده كله خلاص، شطبت والدنيا تمام. باجي اعمل هنا بري كيرف بارت، وباجي مظبط المقاسات. تمام. بعمل كومباين لكل حاجه على حده. ممكن ان انا ابدا ارفع تشيل بس اليافطه دي خلاص، خليها تدور في داهيه. يا اما كليك يمين، وبعد كده بخش على لوك. تمام. وبقفلها بحيث ان هي ما تقعدش تتحرك معايا كل شويه. تمام يا شيخاغوري بقى. تمام. نيجي طالعين هنا فوق بالطريقه دي. ممكن برضو زي ما قلت الحاجات دي كلها نعملها ان هي نخلي الاطراف بتاعتها مش حاده. ماشي. نيجي نازلين كده اهو مثلا، نحاول نقرب الدنيا شويه اسف، نحاول نقرب الدنيا شويه بحيث الكومباين او بحيث الكونتور ما يسرحش معانا قوي. تمام. فباجي مثلا هنا اهو احددهم كلهم، وداخل على اداه الكونتور، وابدا اللي انا اكبر المسافه اللي بتاعه الكونتور. تبقى مثلا كام؟ هنخليها مثلا وليكن 2 سم اللي هي 20 مللي، او نخليها على حسب برضو المقاس معاك. ممكن نخليها مثلا 15 مللي، هتلاقيها برضو مناسبه وكويسه. اهم حاجه بس ان الكونتور يديلك مسافه امنه. طب في حاجه انا نسيت اقول لك عليها دلوقتي. انت عاوز تعرف النيون ده هيبقى كام. النيون ده تقدر انك تيجي من فوق هنا، او يعني شكله في النهايه يبقى عامل ازاي. تيجي من فوق على التخانه اللي هي اوتلاين ويدث اللي هي تخانه الخط، وبتخليها 16. طب هتقول لي ال 16 دي هتبقى ال 6 مللي بتاعت النيون. اقول لك يا عم خلاص ريح دماغك. تمام. باجي فوق هنا بخليها مثلا بديها اوتلاين وليكن اللي هو اللون الاصفر ده، اللي يعني هنا وورم، هنمشيها وورم. تمام. وتيجي فوق وتيجي كاتب 6 مللي. تمام. 6 مللي بالشكل ده. تمام كده. دي التخانه بتاعت النيون،
دي تخانه بتاعت النيون. بضغط على بختار الكونتور بس الاول، بضغط على كنترول كي عشان ما يزودنيش، وبخلي انت لو خدت بالك بقى هنا من حاجه، ان هو حولهم لي، يعني حول لي ال 6 مللي دي، بيقول لي ال 6 مللي دي تساوي 17 بي تي. انا مش عارف البي تي اللي هي اختصار ايه صراحه، تمام، بس ال 6 مللي اختصارها 17 او توازي ال 17، فانت ما تخليها 16 ما ماشيه العمليه، فاهمني؟ بس فهنا اهو زي ما قلت هنخليها 16 او عايز تخليها 17 بحيث تبقى ادق معاك. اوكي، وهنا باجي اعطيها اللون مثلا الاصفر، وتشوف بقى انت الدنيا اليافطه نفسها هتبقى لونها ايه، او هتعملها على اكريليك او فرضا انا هعملها على خشب اسود واليافطه مثلا ممكن تكون لونها اسود، فباجي هنا واعمل فيل بحيث ان انا احدد تقريبا الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. تمام، كويس جدا. طب في حاجه حابب ان انا برضو اعرفها، انا كواحد دلوقتي عاوز اعمل شغلانه النيون او عايز احسبها، خلاص صممتها والدنيا تمام، دلوقتي العميل عاوز يعرف اليافطه دي هتكلف كام. ففي ناس بتشتغل النيون بالمتر، حلو الكلام، او يعني هو الكل بيشتغل نيون بالمتر، بس يعني في متر عن متر يفرق، في متر بيبقى فيه شغل وفي متر بيبقى مرتاح. يعني انا لو هلف مثلا مربع زي ده كده، ده هتحسبه متر، زي لما تيجي عامل لي بقى ده دواخل وتلحم 100,000 حاجه، بيبقى الوضع مختلف. فيعني بتظبطها، بتحسبها بالمتر، بعد كده بترجع تظبطها تاني. تمام، فلازم تبقى عارف مقاس النيون عندك، وفي نفس الوقت برضو عشان لما تيجي تشتري الخامه، ما انت مش هتروح تجيب مثلا 30 متر وتبص تلاقي اليافطه واخده منك 35 متر، تيجي مدور على 5 متر دول ما تلاقيهمش، ما تلاقيش نفس الدرجه، تلاقي نفسك لبست خازوق مغري. تمام، فبنعرف الموضوع ده ازاي. تقدر ترجع الفيديو كنت عامله اللي هو ازاي تعرف طول اي كيرف، او انا يا عم هشرحها لك عشان ما تقعدش تروح وتيجي. هتعمل ايه؟ تيجي مختار الشكل بتاعك، وتيجي داخل على بروبرتيز اللي هي اول واحده فوق. طب لو مش ظاهره عندي يا عم مازن هعمل ايه؟ هتيجي ضغط هنا على علامه الزائد، تمام، وبعد كده بدور على بروبرتيز هتلاقيها اول واحده فوق بالشكل ده. بعد كده باجي زي ما قلنا ان احنا محددينها والدنيا تمام، باجي هنا على الكيرف، تمام، وبلاقي ظاهر عندي هنا اللينث اوف كيرف. اللينث اوف كيرف بتاعي هنا كام؟ هنا 1730 ملي. تمام، طب يا عم انا هقعد الخبط نفسي الملي والسنتي والكلام الفاضي ده، اجي هنا على اليونتس فوق، بدوس في اي حته فاضيه وباجي على اليونتس فوق وبختار سنتيمتر بالشكل ده. تمام، واجي هنا ضاغط برضو على اللينث اوف كيرف، هلاقي ان هي 173 سم. 173 سم يعني 2 متر الا ربع، هي الكلمه دي كلها. فانت طبعا بتخلي بالزياده، يعني اليافطه مثلا كلها طلعت معاك 30 متر 20 متر 10 متر، مش هتروح تجيب 10 متر عشان في حاجات بتبوظ منك، وفي حاجات مثلا ممكن تلاقي في حاجه فاصله، مش عارف ايه، حاجه ضاعت، حاجه اتكسرت، حاجه وارد كل شيء طبعا، فلازم تبقى عارف الكلام ده كله. انا زي ما قلت ان شاء الله نتناقش مع بعضنا في موضوع النيون ده باستفاضه باذن الله تكون كبيره. وبرده لو في حاجه انت ما فهمتهاش، انا عشان بس مش عايز الفيديو يطول قوي، لان الموضوع هيبقى بايخ لو الفيديو طول، وانا ما بحبش فيديوهاتي تبقى طويله، لان انا بحاول اديك المعلومه ونطلع، فاهمني؟ بس ما بحبش الفيديوهات تطول بقى عشان الفيوز والكلام الفاضي ده. تمام، فننقل بقى الخطوه اللي بعد كده اللي هي خطوه الحاجات الانجليزي. تمام يا جدعان، ايه الاخبار؟ رجعت لكم من تاني. هنبدا دلوقتي نشرح ازاي ممكن نعمل يافطه نيون انجليزي، وبعد كده ان شاء الله زي ما قلت ان احنا نخش على المرحله الاخيره، وهي ازاي نعمل نصمم على حاجه تكون اوريدي متصممه ونبدا ان احنا نظبطها. تمام، فخلينا ننجز. هنسمي مثلا وليكن العجوز، مكتوبه ايه دي؟ ايه العجوز؟ طب والله مكتوبه كويس، ماشي. باجي مغير الخط، شوف مثلا خط مشبك، او تشوف انت الدنيا. زي ما قلت برضو ان ممكن يكون العميل عايز خط معين من الخطوط، هشتغل مثلا على الخط ده، مش هتفرق معايا بول او عادي، فخلينا الخط العادي، خليها هنا العجوز بالشكل ده كده. هنا دي ونفرض ان هي يافطه نيون. طب في حاجه اليافطه النيون برضو انا نسيت اقول الكلام ده في الاولانيه، انا على اساس ان انا كنت اقوله هنا صراحه، يعني نسيت يعني. ماشي، يافطه النيون فيها حاجتين، فيها تكون دبل. يعني ايه دبل؟ يعني هنا زي ما انت شايف خطين ماشيين موازيين لبعض،
زي ما انت شايف كده، يعني حاجه زي كده. ببدا مثلا هنا وابدا اللي انا الف الكلام ده كله وارجع تاني، او ببدا مثلا هنا في الزاويه وابدا اللي انا الف كده. يعني ايا كان، تشوف انت عايز تبدا منين. ممكن تبدا مثلا في الطرف هنا بحيث اللحام ما يبقاش مكانه باين، او يعني القطعه اللي معاك هي اللي بتحكم معاك الكلام ده كله. فالحاجات دي بتبدا انك تحددها وانت شغال. انا مثلا هنا نشرح بقى في الانجليزي، خلينا نتكلم في موضوعنا. باجي هنا ضغط على ويلد بالشكل ده، واجي هنا عامل اوتلاين وعامل نو فيل، وباجي هنا اخليها 16 والدنيا تمام التمام. هنا 16 انا مخليها اوتلاين، وهنا دي خلاص يا عم انلوك متعيطش. حلو، نيجي عامل لها لوك بقى بالشكل ده. خلاص تمام. انا كده عملت ايه؟ عملت الانجليزي الدبل. طب الانجليزي بقى المفرد. الانجليزي المفرد بيتعمل بطريقه سهله ان شاء الله، هنعتبرها سهله. هي سهله مش مستاهله يعني. ببدا اجيب اداه الشيب تول، او مش اداه الشيب تول، اجيب البين تول، اسف، بجيب البين تول وابدا اللي انا احدد بالشكل ده. باجي مثلا هنا من عند الميد بوينت، تمام، هي نازل مثلا تحتها بخطوه، بضغط على شيفت عشان يبقى ماشي معايا بخط مستقيم، يعني شايف؟ او وانس اللي انا ضغطت على شيفت، واخد بالك، بيبدا ان هو يظبط معانا الدنيا، يبقى عدل. هاجي محددهم كلهم اللي انا عملتهم دول، وباجي هنا عاطي اوتلاين بالمنظر ده. تمام، زي ما انت شايف كده شكلهم دلوقتي بقى موجود. باجي هنا برضو معدل التخانه بتاعه الخط وبخليها بالشكل ده، زي ما انت شايف بقى ده الشكل. انا بس عشان ايه ننجز يعني الشكل العام ده كده المفرد، والتاني الدبل. طب الفرق بين الاتنين ايه؟ الفرق بين الاتنين الدبل يعتبر اسهل شويه، لان انت مجرد ما بتلحم مثلا خط، يعني لحمت مثلا ولكن حرف ال هنا، بتبدا انك تلف بيه عادي على طول خطوه واحده، مفيش اي مشكله. هنا برضو خلي بالك نفس الكلام، بس يعني في الغالب بيكون اسهل شويه يعني. تمام، لان مثلا لو جينا هنا على الحرف الاي هنا مثلا، ممكن هنا وتيجي لحمين هنا برضو حرف الاي هيبقى رخم معاك، هتلف كده برضه هتبقى لحمين. بص يعني هي الاثنين واحد من الاخر، انا مش عارف، بس هو في الغالب بيكون الدبل بيكون اسهل، خصوصا في العربي. في العربي بيكون اسهل، تمام، لان في العربي بيكون مستفز شويه. تمام، فده كده ازاي تعمله بالطريقه دي. ممكن برضو في حاجه تعملها، انك بتخش على اداه الكونتور وبتبدا انك تصغر لجوه. تمام، بس دي ما بتظبطش، عشان برضو ايه تبقى فاهم الدنيا، ما بتظبطش، ما بتطلعش احسن حاجه. فعشان بس ايه ما يجيش حد يقول لي بتعملها كونتور داخلي وبتاع، هي ممكن تعملها كونتور داخلي وتبدا انك تعدل عليهم، يعني تيجي عامل هنا. بس انا بتكلم على المجمل العام، بحيث تبقى عارف يعني الدنيا كلها. يعني انا لو جيت دخلت مثلا هنا، باجي لاغي النقط دي كلها، تمام، بالشكل ده. انا ممكن كنا احتفظنا فممكن الغي دول بحيث ان احنا ناخد الدوران، يعني برضه احنا اللي نستسهل شويه، لان زي ما قلت الدوران بيبقى، هو خلي بالك مش قصه سهوله او مش قصه اسهل ليك، هو قصه ان حاجه تعيش مع العميل شويه. يعني انت برضو ان النيون اساسا عمره الافتراضي خلي بالك سيء، فاهم؟ يعني النيون مش اكتر حاجه معمره يعني صراحه، يعني بتواجه فيه مشاكل كتير. تمام، يبقى هيطلع معاك بالشكل ده. تمام، يعني في حاجات تلاقيها بايظه شويه بس تقدر انك تظبطها، والطريقه دي يعني ايه كويسه. يعني في حاجات بتنفع، في حاجات لا. ابقى اعملها كنترول الاول وظبط منها اللي تظبطه، واللي ما تظبطش معاك اعمله زي ما قلت لك. تمام، يبقى احنا كده شرحنا الطريقه التانية او التالتة، او يعني الانجليزي بالطريقتين اللي هي المفرد والمجوز، وازاي تاخد الخط الداخلي. تمام، نيجي بقى للحاجه الاخيره اللي هي ازاي اعمل حاجه تكون موجوده اوريدي ونبدا ان احنا نعدل عليها. طب هنعملها ازاي؟ نعمل ازاي الكلام ده؟ هنجيب الصوره بتاعتنا بالطريقه دي كده طبعا معانا مع بعض. الطريقه الثالثه بجيب الصوره زي ما احنا شايفين كده معانا، وابدا اللي انا
احدد، اجيب اداه البين تول وابدا اللي انا ارسم على الخط بتاعي. ببدا كده اهو، مثلا هنا اهو نديها مثلا كيرفات صغيره بحيث يعني ايه فيها دوران، وابدا اللي انا احدد بالشكل ده. تمام. او لو انت عايز تسيب، عايز تلغي، بتدوس مسطره. تمام. بس انا مش عايز الغي، فانا بكمل. وبعد كده باجي معدل بالشيب تول. يعني انا برسم عادي جدا، واي حاجه يكون فيها مشاكل ببدا اللي انا اظبطها بالشيب تول بدون اي مشكله. تمام. يعني انت بترسم كده رسم عشوائي، يعني تخلي ايدك ايه لحد ما يعني تحاول تظبط الدنيا، لان تظبط دلوقتي بيسهل عليك بعدين في بدل ما تقعد تظبط بالشيب تول كتير يعني، وفي نفس الوقت بيديلك نتيجه قريبه. تمام. انا هنا دوست اكزيت عادي اهو، ببدا اللي انا ارسم بالشكل ده كده. حلو. هنا مثلا الاي، عندي اي تاني وعندي اي تاني الناحيه التانية، فباجي واخدها. هنا ممكن برضو نعمل حاجه، مش شرط انك تمشي على النيون بالظبط زي ما هو معمول. انا مثلا هاجي ساحب دي كده شويه، ماشي. يعني هاجي بدل ما انا اخدها لحام واحد، فاهمني، تبقى الاي والار جايين مع بعض. وبعد كده باجي محدد بالشيب تول هنا، واجي ظابطها كده شويه بالطريقه دي كده. تمام، كويس قوي. هنا برضو نفس الكلام كده. انا عملت ايه؟ كلمه بيتر. الموضوع تقريبا ما خدش معانا دقيقه باين ولا دقيقتين، فموضوع بسيط. باجي هنا بختار هنا اللون، انا عايز بس اديلك تقريبا اللون، و باجي محددهم كلهم، ضغط على كومباين. انا هكتفي بدول لان انا مش عايز اضيع الوقت، يعني عايزين خلاص نقلب تشوف حاجه غيرها، تتعلم حاجه غيرها. تمام. بالشكل ده كده. كده انا عملت الايه؟ عملت الكلمه بطريقه سهله وبسيطه كده. كلمه بيتر نقدر ان احنا نعمل كلمه توجذر بنفس الطريقه بتاعتها، طريقه سهله جدا. طب الكونتور برضو نفس الطريقه، طالما عاملين كومباين خلاص باجي هنا وعامل كونتور. شوف بقى انت الكونتور زي ما قلت لك، تخليه 2 سم، تخليه 4 مللي، تخليه 10 مللي، اللي انت عاوزه. اهم حاجه الخامه بتاعتك. طب خلصنا الحمد لله، خلصنا الدنيا تمام. عايز بقى دلوقتي اشغل الشغل ده على ليزر، او عايز اشغل الشغل ده على راوتر، او شوف انت بقى عايز تعمل ايه. يعني انت مثلا لو هتعمل الشغل ده على ليزر، اجي مثلا جايب كلمه جاليري بالطريقه دي. تمام. وباجي قاصص دي اللي هي الخلفيه دي لوحدها على خشب 6 مللي. تمام. على خشب 4 مللي، او اللي هو التلاتة ونص، اللي هو التلاتة مللي المحمل ده، ماشي. باجي اقصصها عليها، الدنيا تمام، و100 فل 14. بس الكلام ده خلي بالك، الشغل الليزر يفضل يكون للحاجات الداخليه. بلاش 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 انك تعمل الحاجات. الخشب الليزر ما بيستحملش. خشب الليزر انت بتكتفي ان هو ملزوق ورق في الاول في الاخر، فاهمني. فحاجه خارجيه مش هينفع. انا عند المحل بتاعي مكان ما بيوصلوش لا ميه ولا شمس ولا اي شيء، يعني داخل عماره. فاهم بقى، هعمله ليزر وهعمله راوتر والله كمان، مش هعمله ليزر، هعمله ميلامين. تمام. ف يعني برضو دي معلومه كده سريعه يعني، ماشي. وان شاء الله برضو في الفيديوهات اللي جايه واحنا شغالين هنلاقي فيه برضو كلام بيتقال، وممكن اجي اعمل ايه، اجي اقصص الكلام ده كله ان شاء الله، وننزله فيديو معلومات تخص النيون، فاهم، متجمعه كده من الفيديوهات، ماشي. فزي ما قلت ان احنا هنقصها بالشكل ده لوحدها، وباجي على الفايل التاني او الكلمه التانيه، وببدا اللي انا اخليها 16 مللي هنا. تمام. زي ما احنا قلنا هنخليها 6 مللي، اسف، هنخليها 6 مللي، بس مش 6 مللي بس، ممكن اخليها 6 مللي ونص. فاهمني ليه 6 مللي ونص؟ لان انا هقص الكلام ده كله ازاي بقى يا عم مازن. هاجي جايب الخط ده اللي احنا شايفينه، شايف عامل الخط عامل ازاي، باجي اعمل له ايه، باجي داخل هنا على التخانه بتاعته زي ما هي. مثلا ممكن ان انا اجي هنا ومخليها ونص، احط لها 5 بالشكل ده. وبعد كده بضغط على كنترول وشيفت وكيو. تمام. نقول تاني كنترول شيفت كيو. طب مش تعرف تدوس التلاتة مع بعض؟ كليك يمين يا عم الحاج. و مش موجوده. اعذروني بقى يا جدعان، اكيد موجوده فوق. تمام. كنترول شيفت كيو بالشكل ده. تمام كده. اللي حصل ايه لو خدت بالك، خليها لك كده
نو فيل. الله الله على الجمال، الله الله الله، الله يفتح عليك يا شيخ عجوز. بص يا باشا كده، انا الخط اللي هو اللي كان فرداني ده خليته خطين بنفس التخانه. يعني ايه؟ يعني انا لو عامل مثلا التخانه بتاعه الخط الفرداني ده 10 ملي او 10 سنتي او ايا كان، هيبقى معايا لما بضغط كنترول شيفت كيو هيبقى خطين كل واحد، يعني المسافه اللي بين الخطين ال10 سنتي دي، فاهمني؟ بس بعد ما بختار التخانه بتاعتي بضغط على كنترول شيفت كيو وباجي محدد الكلام ده كله، باجي اعمل له كومباين مثلا هنا، وهوري لك برضو ايه تريكاه سريعه، ان انا باجي هنا اعمل له فيل فبيظهر عندك ابيض بالشكل ده. طب الابيض ده ايه؟ الابيض ده الفارغ، كل الكلام ده هيقع، تمام؟ اللي هي الخط اللي جوه اللي انت هتركب مكانه نيون. فانت بتعمل ايه؟ بتيجي ماسكهم زي ما هم كده اهو، وتيجي حاططهم هنا طبقه تانية، وتبدا انك تركب النيون مكانه، مكان الخط الابيض ده. تمام تمام. طب يا عمي انا هشتغله على راوتر، يبقى الموضوع سهل وبسيط. بيكون افضل برضو انك زي ما قلت انك تشتغل على راوتر، لان النيون برضو من ضمن الحاجات ان هو بيتعمل لاتش او بيتعمل حفر. يعني ايه لاتش او حفر؟ ممكن تعمله لاتش تلزقه على على الخشب مباشر، او انك بتحفر له وبتبيته في قلب الخشب. فلو هتبيته في قلب الخشب تجيب مثلا اكريليك، تجيب مش اكريليك ماشي شغال، ممكن على اكريليك او ممكن على ميلامين. تجيب مثلا اكريليك او ميلامين 6 مللي 8 مللي 12 مللي، شوف انت على حسب زي ما قلت المكان اللي هتحط فيه الشغل، لان الكلام ده كله بيفرق. انت برضو لازم تبقى عارف الحاجه اللي انت شغال عليها دي هتبقى ماشي، الحاجه اللي انت شغال عليها دي هتبقى وضعها عامل ازاي، او هيبقى المكان بتاعها عامل ازاي، او التعرض ليه هيبقى عامل ازاي، لان كل ده بيأثر معاك على الشغل بتاعك. هو بيفرق. يعني لو مكان فيه اطفال كتير وبتاع وبتقعد تلعب في الحاجات دي، يفضل طبعا انك تكون عامله على راوتر، وراوتر يكون تقيل ويكون 3/4 النيون جوه، فاهمني؟ يعني لو راوتر 12 مللي بتدفن مثلا منه 6 مللي. راوتر ايه؟ قلت راوتر تقريبا. لو الخشب 12 مللي او الام دي اف 12 مللي، تراوتره وتنزل 6 مللي، بحيث ان النيون يبقى باين الشفه بتاعته بس. وان شاء الله الكلام ده كله هنشرحه واحنا شغالين، او في فيديوهات تكون نازله على القناه بصفه مستمره بامر الله. ان شاء الله هحاول الم موضوع النيون ده، لان الطلب مني كتير قوي 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 قوي، بس هو عشان حوار طويل، فانا يعني فاهم، كنت مأجل الخطوه دي. تمام. فيا عمي باجي هنا اعطي لون مختلف، يعني مثلا الاسود ده باجي مخليه اصفر. ليه بخليه اصفر؟ لان انا كده بقول لبتاع الراوتر يا عم الحاج انا الاصفر ده خلي بالك هتيجي حفرهولي. شوف بقى انت الخشب اللي انت هتستخدمه كام. هستخدم 8 مللي باجي نازل 4 مللي، هستخدم 6 مللي باجي نازل 3 مللي، وهكذا، فاهمني؟ تبدا انك تنزل وتبيت النيون بتاعك في مكانه بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. وبأمر الله انا الكلام ده انا هشتغله، ممكن اوديه راوتر النهارده بأمر الله. تمام. فلو كده هصور لكم برضو وهو بيتراوتر هيبقى الوضع عامل ازاي، وهصور لكم ان شاء الله واحنا شغالين عليه هيبقى الشكل النهائي عامل ازاي. تمام. طب انا هشتغله ليزر لاتش، تمام، او ليزر لاتش. باجي واخد الفايل ده زي ما هو كده اهو، ممكن تعمله لاتش على 6 مللي شغال زي ما قلت لك، حسب الحاجه تتحط فين. يعني لو هتعلق على بوابه، تعلق على باب، عارف انت حاجات مشي حالك. بس خلي بالك الموضوع اللاتش بيبقى متعب وما بيبقاش احسن حاجه، برضو ما بيبقاش محكوم بخشب. بس بيبقى اسهل ازاي؟ اسهل انك ممكن مثلا حته زي دي ما تاخدهاش زاويه 90، تيجي لاففها انت بدماغك. انت اهم حاجه المكنه بس بتحز لك الكلام ده كله، تعمله باور خفيف وسرعه تكون عاليه شويه، مجرد ان المكنه ترسم لك بس خط انت تمشي عليه، شكرا. وبكده تقدر انك تشتغل لاتش على على خشب ايا كان دخلته، سواء 3 مللي 2 مللي 10 مللي 6 ايا كان. تمام. او ممكن انك تعمله لو انت مثلا ما عندكش امكانيه تودي عند حد من هم عندهم مكان الراوتر، وعندك جهاز راوتر كوبايه اللي هو الصغير، بتقدر انك تدخل لوح الخشب الام دي اف وترسمه على المكنه، ترسم بره وجوه، تمام، وتقطعه بالاركيت وتفرز بالراوتر الكوبايه وتبيت النيون بتاعك عادي جدا. تمام.
بس كده. انا مش عارف لو في حاجه انا كنت غفلت عنها مثلا في تصميم في شرح التصميم، بس لو في حاجه انا كنت غفلت عنها وانت عارف اللي انا غفلت عنها، اكتب لي في الكومنتات تحت وقول لي ايه اللي انا غفلت عنه، وان شاء الله ممكن نعمل جزء تاني. انا مش عارف، ممكن الفيديو ده برضه ينزل على كذا جزء، فلو حسيت ان هو طويل اوفر يعني مش عارف الوقت كام بالظبط، يعني شوفوا كده الدنيا وانا معاكم، واي حاجه تحتاجوها ان شاء الله بامر الله بامر الله بامر الله هحاول ان انا انزل فيديوهات بصفه مستمره. يعني الحمد لله احنا كاسرين 5200 يا جدعان، احنا 5200 مشترك، فانت لو ما كنتش مشترك اشترك، عايزين نوصل لل 6000 وال 7000 وال 8000، عايزين كده نشغل الشغل. يلا كل سنه وانتم طيبين، كان معاكم مازن عجوز، رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. استنى الفيديوهات اللي جايه واشترك في القناه ما كنتش مشترك عشان الفيديوهات اللي جايه كتير يعني، سامحني يا رب، بس ماشي، يلا السلام عليكم.